السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ تنتمنى تكونوا بخير. شكرا على التعليقات على الفيديو الاول، تنشكركم بزاف. واليوم غادي نوجد معكم طاجين ديال الدجاج بالخضار ان شاء الله. درت شويه زيت، غادا نحط دابا الدجاج. بسم الله. غادي نشحر هاد الدجاج مع القامه، ندير 3 دروز ديال الثومه، غندير بصله والإقامة. عندي حامض مصير، عندي الابزار، عندي الكركم، عندي سكرنجبير والقرفة والملح وضهمة البنة. بسم الله. غنخلي هادشي يتشحر مزيان، خلي هادشي يتشحر مزيان تيدخل فيه الطياب، عاد باش غنضيف ليه الخضره. من بعد ما تشحر ليا الدجاج ديالي غادا نرمي الخضره، غادا نستف الخضره. غنبدا بالبطاطا هي الاولى. طاجين مغربي بسيط، غنستف الخضيره، ندير جلبانه، ندير شويه خيزو مقطع، ناخذ شويه الفلفل الحمراء اللي موجود عندكم بطبيعه الحال. هذه الفلفله غير للتزيين، انا عزيز عليا نزين الطاجين بالخضار. فلفلات حارين، فلفله خضراء، حامض مصير، شويه مطيشه سوريز، وفي الاخير عندنا المعدنوس. نديرو القليل من المعدنوس، تنقص على الطاجين مزيان، وتندير ليه ورق الفرن باش يرجع داك الماء على الخضره، بلا ما ديري ليه الماء، بلا ما تزيدي فيه الماء، يطيب غير بشويه. وملي يطيب نرجع معكم ان شاء الله. من بعد ما طاب ليا الطاجين زدت عليه شويه الزيتون ديال الدار، نحيدو هاد الورق. وهذا هو الشكل ديال الطاجين ديالي. نتمنى يعجبكم وينال الاعجاب ديالكم، وتخلوا لي ملاحظات ديالكم، سواء تعاليق مزيانه اولا تعاليق فيها انتقادات، ما كاين حتى شي مشكل. شكرا على المتابعه، فيديو جاي ان شاء الله. سلامه.